ايه الاخبار يا سحر؟ بصي بقى يا ستي، بقى نريمان بعد ما قلتلك انها كتبت اسمها، روح لقيتها ماشية بين الناس وبتقول لهم انها ما كتبتش اسمها ولا حاجة، وانها قال ايه ما بتحبش الرحلات. شفتي الكذب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب هي بس بتعمل كده ليه؟ اخياني حاجة غريبة. على العموم يا ست الكل ما تقلقيش، هروح اشمشم لك كده على الاخبار واجي اقول لك على طول، ماشي؟ صباح الفل يا مريومتي، ها ايه الاخبار؟ شفتي بقى اللي حصل؟ نريمان الغلسة ماشية تقول للناس كلها انها مش رايحة الرحلة. مش بس كده، دي كمان بتقول لهم محدش يكتب اسمه في الرحلة دي لانها كده كده هتتلغي. تعرفي هي بتعمل كل ده ليه بقى؟ لا معرفش ليه احكي لي يا زكو. يا ستي الموضوع واضح زي الشمس. هي عايزة تفهم الناس كلها إن محدش عاوز يطلع الرحلات اللي بتنظمها سحر، وإن سحر ما ينفعش أصلا تمسك موضوع الرحلات في الجامعة. شفتي بقى التفكير عامل إزاي؟ أعوذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى معقولة الكلام اللي بتقوليه ده يا مريم؟ أتاري سحر كان قلبها حاسس إن في حاجة ورا الموضوع ده. ليه بس كده يا نريمان ليه؟ يلا بقى احنا مالنا، دعي الخلق للخالق. أما روح أشوف بقية الناس بتقول إيه. يعني منك يا نريمان وعلى عمايلك. صباح الفل يا تسنيم، ها إيه الأخبار؟ الحمد لله يا حبيبتي، أنا بخير الحمد لله. يا ستي دايما بخير الحمد لله، أنا مش قصدي كده، أنا قصدي على الرحلة. يا ستي طب ما توضحي. الرحلة يا ستي أنا كتبت اسمي فيها ودفعت الاشتراك كمان. يا رب يا سعاد الرحلة تكون جميلة، ده أنا بقالي كتير قوي متفسحتش. يوه يا دي النيلة عليا منك. لا برضو مش قصدي كده. أمال عاوزة بس إيه؟ ما توضحيني. أنا قصدي يا ستي ما سمعتيش خبر كده ولا كده عن نريمان؟ نريمان؟ ومالها نريمان؟ على العموم يا ستي هي كتبت اسمها، ولما كنت بدفع الاشتراك دفعته برضو معايا، يعني إن شاء الله رايحة الرحلة. في حاجة ولا إيه؟ يا نهار، يعني هتروح الرحلة؟ أيوة حبيبتي إن شاء الله زي ما قلتلك كده. هو في إيه؟ في إيه متفهمين؟ في ايه؟ في وكسة بعيد عنك علينا. امال ايه بس الهبد اللي احنا قاعدين نهبد فيه من الصبح ده يا دي النيلة علينا. فهمتك يا نصحى. أكيد من الصبح قاعدين لك على نريمان، صح؟ صح للأسف طنطان. لا وقال ايه، حاسين ان كلامنا مية مية مفهوش ولا غلطة. طب بصي بقى يا ستي، اسمعي مني الكلمتين دول أبرك من 10. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسأل عن الغيبة قال لنا إيه؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بيحكي لنا إنه شاف هناك مجموعة من الناس ضوافرها من نحاس بيقطعوا بيها في وشهم وصدورهم. فلما سأل جبريل عليه السلام قال له مين دول؟ راح قال له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إيه رأيك بقى يا ستي؟ مبسوطة باللي انتوا عملتوه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا طبعا مش مبسوطة، ربنا يعافينا يا رب. أنا هروح أرد غيبتها وأوضح لسحر ومريم إن كل الكلام اللي قاعدين بنهري فيه ده ملوش أي 30 لازمة. أخياني هنتعلم إمتى بس؟